غرفة 207. فتاة وحيدة. المكان فندق بيطل على البحر في مرسى مطروح. الزمان 1968. المسلسل بيبدأ بموظف استقبال في فندق بيتكلم مع نزيل، فجأة بيصاب بالذهول كأنه شاف حاجة محدش شايفها غيره، وبيخرج من الفندق وبيتجه للبحر وبيقتل نفسه بطريقة بشعة جدا. صاحب الفندق الخواجة مايكل، وهو إيطالي الجنسية، بيشغل الجراموفون وبنسمع صوت أم كلثوم بيتسلل لكل ركن في الفندق. ومع صدى صوت أم كلثوم الكاميرا بتاخدنا في جولة في الفندق، بنشوف الموظفين هنا وهناك، وبتدخل بينا الكاميرا لأوضة غريبة كأن محدش دخلها من سنين. التراب على كل حاجة، والحوائط مقشرة، والفرش قديم جدا. فجأة بتدب الحياة في الأوضة وبترجع لسابق عهدها. الحيطان كأنها لسه مطلية، والفرش جديد ومفيش أي أثر للتراب، كأننا كنا في مكان مهجور وفجأة دبت فيه الحياة. في لوحة غريبة جدا غير مألوفة لست بتدينا ظهرها وبتبص للبحر. الأوضة دي أوضة رقم 207. بنشوف شخص شايل شنطة سفر وبيطلب مقابلة مدير الفندق الخواجة مايكل. الشخص ده جمال الصواف، جاي من دمنهور علشان يشتغل موظف للاستقبال، وبعد مقابلته لمدير الفندق بيستلم شغله في الفندق. الموظفين في الفندق عم مينا المحاسب العجوز، وفي كمان مصطفى العامل اللي بيوصل جمال لأوضته اللي هيقعد فيها في الفندق. وجمال بيحس ان مصطفى بيبصله نظرة كأنه عاوز يقوله حاجة، بس بيتراجع وما بيقولوش حاجة. جمال بيفضي شنطته وبتقع دبلة جواز على الأرض، وبنفهم من نظرة جمال للدبلة إنه طلق مراته. بيحط جمال الدبلة في جيب الجاكيت بتاعه بعصبية، وبيحط الجاكيت في الشنطة. بيدور حوار بين عم مينا وواحدة بتشتغل في المطبخ، بنفهم منه إن في حاجة غامضة الكل بيعرفها ما عدا جمال الصواف، لأن الخواجة قال محدش يجيب سيرة. جمال بيستلم وظيفته، وبتيجي دكتورة شيرين حسني طبيبة أمراض نفسية وعصبية بتطلب الإقامة في أوضة 207، وإن في حجز مسبق. وكان واضح إن هي مش أول مرة تنزل في أوضة 207، لأن هي عارفة طريق الأوضة، وعلقت لجمال إنها مش هتكون آخر مرة تنزل في الأوضة. مشهد تاني بنتعرف على واحد اسمه فوزي في عيادة أمراض نفسية وعصبية، بيشتكي إن هو كل ليلة بيحلم بنفس الكوابيس، وإن كل ليلة في حاجة بتاخده لأوضة 207. بنرجع للفندق تاني، جرس التليفون بيرن، جمال بيرفع السماعة، بيسمع صوت دكتورة شيرين النزيلة في أوضة 207 بتشتكي إن عندها مشكلة، وبتطلب من جمال إنه يطلع لها الأوضة. وهناك بيدور حديث بينه وبين دكتورة شيرين، وجمال بيندهش إن دكتورة شيرين دكتورة أمراض نفسية وعصبية، لأن شكلها ما يوحيش بكده. لكن دكتورة شيرين بتقوله إن هي شاطرة جدا في شغلها، وبدأت تحلل شخصية جمال وبتكشف عن مناطق في شخصيته، زي إن هو مثلا ملوش اخوات، وإنه لسه منفصل عن مراته. وجمال مندهش من كلامها ومش فاهم أي حاجة. لكن الموقف بيعدي وجمال بيرجع لأوضته، بيتفاجئ إن الدبلة بتاعته اللي حطها في جيب الجاكيت موجودة على الكومودينو. إيه اللي جابها هنا؟ جمال بيسأل نفسه. بنتنقل لمشهد المريض النفسي، واللي تقريبا بينسى كل حاجة بيشوفها في الأوضة 207، أو بالأصح هو خايف يفتكر إيه اللي شافه فيها، وإن عنده كوابيس مستمرة. مدير الفندق بيقعد مع جمال وبيسأله إذا كان مبسوط في شغله ولا لأ، أو إذا كان شاف حاجة غريبة، وبيطلب منه إذا اتضايق من أي شيء يبلغه فورا. والخواجة مايكل كان حاسس إنه قابل جمال قبل كده، بس مش عارف قابله إمتى وفين. بعد كده بنشوف جمال قاعد مع الدكتورة شيرين مرة تانية، اللي تقريبا بتعرف كل شيء عنه، وازاي ان هو طلق مراته بعد ما اكتشفت خيانته. وجمال كان بيبصلها في ذهول وبيحاول يهرب من كلامها،
ويقفل على الموضوع، لكنها كانت مصرة إصرار غريب إن هي تتكلم عن خيانته لمراته وتجلده بكلامها. وفجأة طريقتها اتغيرت معاه وبقت بتعامله بجفاء شديد جدا. بيرجع جمال لشغله وهو مشتت الذهن، بيلاقي عم مينا واقف مكانه عينيه بتطق شرار لأن جمال سايب شغله واضطر إن هو يقف مكانه. وجمال بيستغرب جدا من كلامه وبيقول له إن هو ما تأخرش أكتر من 10 دقايق، وبيبص للساعة وفجأة بيتسمر في مكانه لأنه اكتشف إن غاب عن شغله ساعات مش 10 دقايق. إزاي غاب الساعات دي كلها عند دكتورة شيرين من غير ما يشعر بالوقت؟ ظواهر غريبة جدا عدت على جمال وهو مش قادر يلاقي أي تفسير ليها. كل حاجة خاصة بدكتورة شيرين كانت غامضة وغير مبررة. جمال بيرجع لأوضته وذهنه مشتت، وبعد ما فتح الباب اتفاجئ إن دكتورة شيرين قاعدة في أوضته. جمال بيرتبك جدا وبيترجاها إن هي تطلع من أوضته عشان الموقف ما يتفهمش غلط، لكن دكتورة شيرين كانت مصممة تصميم غريب عن إن هي تكمل كلامها عن مراته اللي حطمها بسبب خيانته ليها. مش كده وبس، دي كمان اتخلصت من حياتها بسببه. جمال بينهار لما بيسمع كلامها وبيحاول يطردها من أوضته. بيفتح الباب وبيلتفت وراه، فجأة بيلاقي الأوضة فاضية كأنه كان بيتكلم مع طيف أو شبح. مصطفى العامل في الفندق بيدخل يتكلم مع جمال وبيقول له كنت بتزعق مع مين يا أستاذ جمال؟ الأوضة فاضية، كنت بتتكلم مع مين؟ وجمال مرعوب ومش فاهم أي حاجة. وجمال بيتصل بواحد صاحبه بيطلب منه إنه يطمن على سوسن طليقته. الأوضة دي فيها حاجة مش طبيعية. مصطفى كان في الدور اللي فيه الأوضة 207. فجأة الباب بيتفتح وبيسمع مصطفى صوت مية مفتوح، وبيدخل مصطفى وبيطلب بصوت مرعوب إن اللي في الأوضة يقفل المية. بيمشي في الأوضة ما بيلاقيش حد، بيروح للحمام بيقفل المية، وهو خارج من الأوضة فجأة باب الأوضة بيتقفل عليه. إيه اللي شافه جوه؟ محدش يعرف. جمال وعم مينا فجأة بيسمعوا صريخ مصطفى، بيجروا عليه بيلاقوه في حالة صدمة. بيرجعوه أوضته وبيحاول جمال يعرف منه إيه اللي حصل. كل اللي فهمه جمال من مصطفى وعرفوا إنه دخل أوضة 207. مصطفى كأنه شاف كابوس في الأوضة. عم مينا بيقاطع جمال ومصطفى وبيهددهم إن هو هيطردهم من الشغل لو اتكلموا تاني في الموضوع ده، وإن مفيش أي حاجة في أوضة 207. بيرجع جمال لشغله وبتتصل بيه دكتورة شيرين بيزعق لها بسبب مصطفى. بيقول لها انت عملتي ايه في مصطفى؟ قالت له لو عاوز تعرف ايه اللي حصل لمصطفى تعالي لي الأوضة. بيدخل جمال الأوضة بيتفاجئ ان هي أوضة مختلفة عن أوضة 207 اللي دخلها أكتر من مرة، كأنه في مكان تاني، وبيسمع صوت بينادي عليه من ورا الباب. بيدخل يلاقي نفسه في مكان تاني خالص. بيلاقي مراته سوسن بيجري جري من الأوضة وهو مش فاهم حاجة. فجأة بيلاقي نفسه في كازينو كان بيقعد فيه مع سوسن مراته، وبيفضل جمال يدخل من باب ويخرج من باب تاني لحد ما بيرجع تاني لأوضة 207، وبيلاقي مراته في البانيو غرقانة في دمها بعد ما اتخلصت من حياتها. بينهار جمال وهو مش مصدق عينيه. دكتورة شيرين واقفة على الباب بتأنبه إن هو السبب في انتحارها وبتحاول تغرقه في البانيو. بيخرج جمال من الحمام بيلاقي دكتورة شيرين واقعة على الأرض مقتولة، ومراته اللي كانت ميتة في البانيو واقفة بتسأله انت ليه عملت كده، وايديها بتنقط دم. بيجري جمال بسرعة خارج من الأوضة بيلاقي عم مينا بيقعد يحلف له انه ما عملش اي حاجة وانه لقاها مقتولة. بياخدوا عم مينا للأوضة غصب عنه وبيدخلوا فيها. ما بيلاقيش اي حاجة، ولا بيلاقي جثة شيرين ولا بيلاقي جثة سوسن مراته، مجرد أوضة بريئة زي اي أوضة. بينهار جمال مش مصدق نفسه. دكتورة شيرين كانت مقتولة على الأرض هنا، أنا شايفها بعناية. لكن عم مينا بيبتدي يبوح لجمال باللي جواه. بيقوله إن دكتورة شيرين ما كانتش موجودة عشان تختفي، وإن كل اللي شافه في أوضة 207 مجرد كوابيس. عرف جمال بعد كده من مصطفى إن موظف الاستقبال اللي كان قبله انتحر. وبيجي تليفون لجمال من طليقته سوسن وبيعرف إن هي ما انتحرتش، وبيحاول يعتذر لها لكن هي بترفض وبتقفل السكة في وشه. مشهد بعد كده بتدخل واحدة وبتطلب إنها تحجز أوضة 207 على وجه التحديد. الواحدة دي اسمها شيرين حسني. جمال بيقف قدامها مذهول، وعم مينا بيحاول يعالج الموقف مع دكتورة شيرين. وبعدها عم مينا أكد لجمال إن كل اللي شافه في أوضة 207 ما حصلش، وإن كل اللي حاولت أوضة 207 توهمه بإنه حصل مش صحيح.
الأوضة خلته يشوف كل اللي هيحصل قبل ما يحصل، خلته يشوف إن في واحدة اسمها دكتورة شيرين حسني هتحجز أوضة 207. وفجأة بيسمعوا صوت واحدة بتصرخ، بيجري عم مينا وجمال للدور اللي فيه الأوضة 207، بيلاقوا موظفة في الفندق منهارة، بيدخلوا أوضة 207 بيلاقوا دكتورة شيرين منتحرة في البانيو. كل اللي شافه جمال كان كأنه رؤية واضحة لكل اللي هيحصل في أوضة 207. الأوضة ورت له إن في واحدة اسمها دكتورة شيرين هتيجي وتحجز الأوضة 207 وإن هي هتنتحر فيها. الخطأ ما كانش في دكتورة شيرين، الخطأ كان في الأوضة اللي ممكن تكون باب من أبواب الجحيم أو عالم موازي لعالمنا كله أهوال. جمال ما بقاش عارف بعد كده يعمل إيه، وفكر إن هو يسيب الشغل، لكن من الواضح إنه خد بنصيحة عم مينا اللي قاله إنه مهما كانت الأسباب يبعد عن أوضة 207. وجمال كان مندهش جدا ليه عم مينا قدر يستمر في مكانه طول السنين دي، لكن واضح إن عم مينا أخد بنصيحة واحد كان شغال من زمان اللي هو قاله إنه لو عاوز يكمل في شغله في الفندق ما يدخلش أوضة 207 أبدا مهما كانت الأسباب. فوزي المريض النفسي بتنصحه الدكتورة اللي بيتضح بعد كده إن اسمها دكتورة شيرين حسني وهي نفسها اللي جت حجزت أوضة 207، بتنصحه بالتنويم المغناطيسي لأن كل طرق علاجه فشلت، وفعلا بيخضع فوزي للتنويم المغناطيسي. وبعد ما نام فوزي دكتورة شيرين كانت عاوزاه يرجع لأوضة 207 عشان يحكي لها بالظبط إيه اللي شافه فيها واللي مش عايز يفتكره واللي بيسبب له كوابيس. وفعلا رجع فوزي لأوضة 207، لكن مجرد ما دخل الأوضة اتنفض وارتعش وخرج الدم من عينيه ومن كل وشه. واضح ان دكتورة شيرين الحقيقية كانت عاوزة تعرف ايه سر الأوضة 207، عشان كده راحت الفندق عشان تحجز الأوضة 207 عشان تعرف سرها، لكن مع الأسف انتحرت ومعرفناش هي عرفت ايه أو شافت ايه. نتقابل في حلقة جديدة من لغز الغرفة 207.